السلام عليكم، طبعا عاملين ايه؟ طبعا النهارده فيديو جديد. خليت اول فيديو يطلعوا معاكم بعد فتره، بعد انقطاع فتره كبيره، يوم ويوم فيديو جديد، حاجه جميله جدا ومميزه. طبعا انا طالع بمناسبه الفنان الجميل سامح حسين. طبعا بالصدفه وانا بقلب يعني شفت له تكريم من رئيس الجمهوريه، شفت له كذا حاجه جميله، كذا تكريم ليه. وهو على المستوى الشخصي هو ممثل من الناس اللي انا بحبها جدا. وبرضه في حاجه، انا مش طبيعي بطلع اركب على اي ترند او بطلع اتكلم على ترند. هو صحيح الراجل راجل ترند دلوقتي، يعني على المستوى الشخصي انا مش طالع اتكلم على سامح حسين. اول فيديو ليا بعد انقطاع، واول فيديو ابتدي صح مع اخواتي، وحاجه هتبقى مفيده. بس خلينا نستقل لنقطه سامح حسين او النجم سامح حسين في اللي انا عاوز اتكلم معاكم الوقت دقيقه واحده. خلي بالكم من الناس اللي يعني متابعين فيلم فوتين ومشوا جدا. من الحاجات اللي هو فيه واللي نجحته في شهر رمضان، طبعا انا عندي شركه ماركتينج فاهم في حته تسويق الكلام ده. للعلم هو اللي نجحه اضافه على اللي نجحه اضافه على، يعني اوريدي انا معايا زباين تصرف فلوس، تصرف ميزانيات، بس هنا مش سهل. هنا مش هينزل يجيب حاجه، هينزل يجيب اي نتائج طالما هو حاطط السبيس السيئه. عمر ما ربنا يكرمه. لكن ده واحد لو عاوز انت شخص مالكش دعوه باي الدوشه دي، ركز في نفسك، ركز ان انت ربنا يرزقك في حته. يعني هو الراجل عشان يعني ركز اللي هو يقدم حاجه للناس تفيدهم، حاجه من قلبه، مش حاجه ايه مصطنعه، لا حاجه كده ايه عندي وعندي وعندك وعندها كده. يعني كل واحد دي حته بفيديو هو عامل فاهم حاجه، بيتكلم بقلبه. يعني هو بيديك الحاجه اللي انت تقدر تستفاد بيها، انت الحاجه الجميله فاهم انت فاهم. بس عشان كده خدها من اخوك لو عاوز تنجح او تعمل فلوس او ترتاح ويبقى ليك مستقبل وتعيش العيشه اللي انت تراضيك وتراضي ربنا سبحانه وتعالى. ما تفكرش في حاجه، خليك هنا عمار بينك وبين اللي خلقك، ساعتها هتنجح. ده مني انا جربت كله، ساعتها والله هتنجح. تمام؟ بس واديك شفت هو الراجل ربنا كرم. شوف بقى كل اللي قدامه في المجال. يعني لو احنا مثلا جينا إن حبينا نحسب كل واحد في نفس الشهر في نفس التوقيت اللي هو بينزل فيه، ركز معاه، في نفس التوقيت رئيس الجمهوريه ما كرمش حد. ما فيش بلوجرات دخلت دعمت، ما فيش كل الكلام ده. ناس بتصرف لا مؤاخذه من سبونسرات، من اعلانات ريتش، من دعم، من ده من ده من ده. بص يعني كل يعني في ميزانيه، في ميزانيه تسويق، ميزانيه يعني رقم ممكن انت ذات نفسك الرقم اللي بيتصرف في اليوم انت ممكن بالنسبه لك ما تعرفش تجيبه في السنه. مش لدرجه، واي حد شغال في حته التسويق فاهم انا بقول رقم بالمعنى. هو بقى واحد من نضيفه طالع يقدم حاجه تفيد كل الناس، وحاجه هو بيدي بها النصيحه للكبير والصغير خالص اللي لسه بيبتدي حياته. تمام؟ انا واحد من الناس برضو استفدت بيها، بيديك النصيحه اللي تفيدك، اللي انت تحس ان انت عملت بيها حاجه. ويا ربنا يوفقه. طبعا انا من الممثل الناس اللي انا بحبها جدا سامح حسين، وحبيت كده ايه تبقى اول بدايه معاكم، بدايه خير. وطبعا اي حاجه باخد رايكم فيها طبعا يا اخواتي على الانستجرام. وطبعا قبل ما بنزل اي شيء او بنمنتج او بنعمل اي شيء، طبعا بنزلها عندي على قناه الانستجرام. عندها الانستجرام هتلاقي الانستجرام في اول كومنت، وهسيب لك الصوره بتاعت الانستجرام عشان برضه ممكن تخش تبقى حاسس بيه. روح هناك اعمل لي فولو، قول له جاي لي يا اخويا من على اليوتيوب، من على التيك توك كده. تمام؟ بس وباذن الله برضه المره الجايه هحاول كده ان احنا نظبط الدنيا، وبرضه هعمل مشاركه معاكم في الاراء وفي الفيديوهات باذن الله. بس اهم شيء الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونركز نستفاد في شهر رمضان ده باذن الله بصلاه الفجر. وربنا يوفقنا جميعا يا رب، يستر علينا ويسامحنا ويغفر لنا يا رب، ويسامحنا كل ذنوبنا. لو زعلنا اي حد ربنا يعفو عننا ويعفو عنه يا رب باذن الله. ساعات ختاما يا رب. وراكم شباب رحنا السيت اب الجديد، فاكرين لما بقول لكم ابقى بحضر سيت اب جديد؟ سبحان الله ربنا اللي حضر. يعني انا المكان اللي انا فيه اوريدي دلوقتي والله ربنا اللي حضر. بس عشان كده نقول ايه، ربنا معانا وربنا يوفقنا باذن الله. انتظروا باذن الله هيبقى اقوى سيت اب. ويعني كل حاجه هتختلف، كل حاجه على اللي احنا كنا بنعملها زمان تختلف 180 درجه. ان شاء الله طبعا الفيديو عجبك، لايكايه جميله، نشترك اشتراكيه رايقه زي كده، وتفعل زر الجرس عشان تصبح الفيديو الجاي. طبعا تعمل فولو على الانستجرام عارفك وهجيبك لو ما عملتش ما عملتش فولو واشتراكيه رايقه زي. ويا ريت لو الفيديو عجبك يا ريت طبعا تقول لنا رايك. السلام عليكم.